في رمضان يحلو القرآن على قراء زمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من تسجيلاتنا الخارجية. برنامج يعده ويقدمه عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من تسجيلاتنا الخارجية، ونستمع فيها إلى تسجيل خارجي نادر لفضيلة القارئ الشيخ عبد الله شلبي، وقد سجل لفضيلته من خلال شعائر صلاة الفجر في عام 1979 بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وكانت التلاوة مما تيسر من آيات الله البينات من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى
إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن آياتي أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة طه لفضيلة القارئ الشيخ عبد الله شلبي. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع فيما يلي إلى هذا التعليق الطيب المبارك تحت عنوان أهمية تعلم العلم النافع لفضيلة الأستاذ الشيخ طاهر محمد مخاريطة. وقد سجل هذا التعليق مع فضيلته من خلال مسجد أبي العزائم بمدينة القاهرة في فترة السبعينيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي قال له ربه وقل رب زدني علما. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين طلبوا العلم ابتغاء مرضات الله، فوفقهم الموفق سبحانه للعمل بمقتضاه، وعلمهم من فضله ما لم يكونوا يعلمون، رضي الله عنهم وأرضاهم إلى يوم الدين. وبعد، فيا إخواني في الله ويا أحبابي في رسول الله، في هذا اللقاء المبارك وفي هذا البيت الكريم الذي جمعنا الجامع سبحانه فيه لنتدارس كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نتوجه إلى الله ضارعين نسأله العلم النافع والقلب الخاشع والعمل الرافع، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا حتى نقبل به عليه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والعلم كما نعلم بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة طلبه في قوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو أساس العمل، لأن العمل هو البنيان، والبنيان لا يرفع ولا يرتفع إلا على الأساس العلمي السليم. ولقد كلفنا ربنا تبارك وتعالى بما كلفنا به، وأمرنا ونهانا في قرآنه وعلى لسان حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، ولا يصل إلى حقيقة الأمر والنهي وسر التكليف إلا من طلب العلم من أهله. ولهذا يقول حبيب قلوبنا صلوات الله وسلامه عليه: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بل إن مجلسكم هذا بنص حديثه الشريف روضة من رياض الجنة، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم، وفي رواية: وحلق الذكر. والعلم الذي نعنيه هو العلم بالله وبأيام الله وبأحكام الله وبحكمة أحكامه تبارك وتعالى، وهو العلم الذي تصح به العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق. ولا يكون الإنسان إنسانا بمعناه إلا إذا كان من أهل هذا العلم الذي يقبل به على حضرة العليم بالقلب السليم والصدر المنشرح والنفس المطمئنة الزاكية الزكية، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. وطلب هذا العلم أيها الأحبة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، بخلاف علوم ظاهر الحياة الدنيا كعلم الطب بفروعه المختلفة، وعلم الهندسة بتخصصاته المتباينة، وعلم المحاسبة وإدارة الأعمال وما يتفرع منهما، وعلم الفيزياء وعلم الفلك، بل وعلم الذرة وما يتعلق بها. هذه العلوم طلبها فرض كفاية،
إذا قام فرد أو أفراد من الأمة بطلب علم من هذه العلوم التي أشرت إليها سقط الإثم عن أبناء الأمة. أما العلم المتعلق بالقلب وسلامته وبالنفس وتزكيتها وبسر السير والسلوك إلى حضرة ملك الملوك تبارك وتعالى، أما العلم الذي لقنه المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولما استوعبوه صاروا به رجالا أثنى عليهم بقوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو العلم الذي يصل القلوب بحضرة علام الغيوب والذي يجعل منك إنسانا متبعا لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتبع لحضرته صلوات الله وسلامه عليه يحظى بمقام المحبوبية الكبرى وبسر المغفرة العظمى تحقيقا لقول الله تعالى في محكم كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا العلم النافع يطلب من أهل الخشية من الله، لأن الله رفع العلماء مكانة وقدرا وأثنى عليهم في آيات كثيرة من كتابه، وعلى لسان الهادي صلوات الله وسلامه عليه. ويكفي أن يعلم المؤمن معنى قول الله في العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، وسر قول رب العالمين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأهل هذا المقام هم أهل مقام الرضوان الأكبر الذين ذكروا في قول مولانا سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. والعالم مؤدب ومؤدب في نفس الوقت، مؤدب مع ربه، مؤدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم، مؤدب مع أقرانه، مؤدب مع المؤمنين جميعا. وهو كما قلت مؤدب لمن يطلب العلم النافع منه، لأنك إذا أقبلت على العالم العامل وطلبت منه أن يعلمك علوم اليقين التي بها الوصول لحضرة رب العالمين والتي بها تحظى باتباع سيد المرسلين، وجب عليه أن ينشرح صدره بطلبك وأن يقبل عليك إقبال الوالد الرؤوف الرحيم بولده ليرعاك بعد ذلك. والذي يستنير دائما وأبدا بأنوار الهادي صلى الله عليه وسلم في مجلس هذا العالم ترقى وترقى إلى أعلى المقامات وأسمى الدرجات، بل إنك في النفس الواحد تحظى بما لا يحظى به غيرك في مئات السنين مع البعد عن هذا المجلس النوراني القرآني المحمدي. وإذا أكرمت بهذا أيها المؤمن نظر العليم إليك فعلمك
وتنزل الحكيم لك فلقنك الحكمة وجعلك من أهل الخير الكثير، لأن الحكمة إيتاء من الله سبحانه لأحبابه لمن سبقت لهم منه الحسنى، ولا يؤتى الحكمة إلا مطلوب لله، والله يؤتي الحكمة في مجلس الحكمة، ويؤتي العلم في مجلس العلم، ويؤتي المعرفة في مجلس المعرفة، على لسان العالم المؤدب على لسان الحكيم المتصل القلب بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، على لسان العارف الذي أكرم من مولاه بأنوار المعرفة وأسرار الاتصال بحضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والعلم الذي تصح العقيدة به هو علم التوحيد، وعلم التوحيد كما بين القرآن مراتب ودرجات. بدايته توحيد الإقرار، ثم ينتقل طالب هذه المرتبة إلى مرتبة أعلى، هي مرتبة توحيد العلم. وأساس هذه المرتبة قول الله لحبيبه ومصطفاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم يترقى إلى مرتبة أسمى، وهي مرتبة توحيد الشهود، وأساسها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ثم يكرم بمرتبة توحيد وجود التوحيد، من سر قول الحميد المجيد: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ويبقى طالب هذا العلم النوراني في مجلس العالم الممتلئ نورا والممتلئ رحمة، ليكون في كل أنفاسه مستحضرا عظمة العظيم وكبرياءه. ومن يكرمه الكريم أيها الأحبة بتلقي علوم التوحيد من أهل التوحيد والتفريد، من أهل الاتصال القلبي الروحي بحضرة الحميد المجيد عز وجل، من يكرم بهذا العلم يشرح الحق له صدره، ويرزقه طمأنينة القلب بذكره، ويوفقه لشكره وحسن عبادته بسر المحاسبة ونور المراقبة، لأنه يرى الأثر بعينه ويرى نور المؤثر بقلبه، بل إنه في سيره وسلوكه إلى حضرة ربه يطرح الأكوان خلف ظهره ليحظى بتنزلات المتنزل عز وجل بأسرار أسمائه وأنوار سنا صفاته. وأهل هذا المقام هم أهل الفلاح في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ وفي القيامة. هم أهل مقام وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأنهم في دنياهم لم يشهدوا في كل مكان وزمان إلا أنوار الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا فإنهم لا يعاملون الخلق في الخلق، بل يعاملون الحق سبحانه في خلقه. أيها الأحبة، إن طلب هذا العلم واجب أوجبه الله ورسوله على كل مؤمن ومؤمنة، ولقد أكرم به الرواد الأوائل من المهاجرين والأنصار، فصاروا به رجالا فحولا مكن الله لهم في الأرض
الأرض بالحق بسببه، وأصبحوا به علماء، حكماء، حلماء، فهماء، يفقهون عن مولاهم كلامه وعن المصطفى صلى الله عليه وسلم سنته. ولهذا نصرهم الله على أنفسهم وأكرمهم بالنصر على أعدائهم، وشرقوا في دنيا الناس وغربوا، ورفعوا ألوية العلم والحكمة والبيان مع إقامة الحجة والبرهان. ونحن الآن نقول رضي الله عنهم وأرضاهم إذا ذكروا في مجالسنا، وقولنا هذا دليل امتداد حياتهم في أجيال الأمة، وسيبقى ذكرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا يجب عليك أن تعلم أن الإنسان إذا طلب العلم وعمل به وتفضل عليه العليم فعلمه ما لم يكن يعلم، تحقيقا لوعد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. إذا وصل العبد إلى هذا المقام أحياه الحي القيوم الحياة الطيبة، الحياة الروحانية، الحياة النورانية، ورفع ذكره وأعلى شأنه وأعز مكانته، وجعله وهو في الدنيا من أعلام الهدى، وجعله بعد انتقاله إلى العالم البرزخي من الذين يكرمون بالمزيد، لأنه ترك علما ينتفع الناس به. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ومعنى هذا أن العالم لا ينقطع نور عمله بعد مفارقة الدنيا، بل يظل على مزيد من ربه، على مزيد من خيراته سبحانه، على مزيد من بره وجوده، ويكتب له في سجل عمله ما لم يعمله وهو في العالم البرزخي، إذ لا تكليف في العالم البرزخي، ولكن المتفضل يتفضل عليه المزيد لما تركه بين بني قومه وبين أهله من علم ينتفعون به ومن حكمة يتأثرون بها فيقبلون بها على حضرة الحكيم آناء الليل وأطراف النهار. أسأل الله من قلبي المنكسر أن يرزقنا العلم القرآني، وأن يؤدبنا بالأدب المحمدي، وأن يقبل بنا عليه، وأن يجعلنا من المقبولين لديه، وأن يمكن لنا في الأرض بالحق حتى نحظى بالعلوم القرآنية والآداب المصطفوية، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. آمين يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، وقد استمعنا فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سورة طه لفضيلة القارئ الشيخ عبد الله شلبي، واستمعنا إلى هذا التعليق الطيب المبارك من فضيلة الأستاذ الشيخ طاهر محمد مخاريطة. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى الملتقى في الحلقة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلاتنا الخارجية، برنامج يعده ويقدمه عماد الدين عبد الخالق.